أنا فاكرة كويس قوي أيام الثانوية العامة، كان عندي واحدة صاحبتي كنت بعتبرها أختي بجد. كانت تتصل بيا قبل كل درس بالليل وتقول: ايه يا بنت، ما تقلقيش. طب تصدقي بالله انا والله ما فتحت الكتاب. والله لو تعبانه وعايزه تنامي نامي، المستر بكره مش هيسال في الدرس ده، ما تقلقيش يعني. ماشي حبيبتي ماشي، مع السلامه. سلام سلام. هبله لما اشوف الدرس ده بيقول ايه الحدود السياسيه. وتقفل معايا وتكمل مذاكرتها، وأنا زي الهبلة صدقها وأقول عادي، ما كلنا في الهوا سوا. والمفاجأة أول ما المستر يدخل الدرس ويبدأ يسأل في النقطة اللي هي ذات نفسها مأكدة إنها ما ذاكرتهاش، بلاقيها ترفع إيديها وبتجاوب زي الفل، وأنا اللي هو أنتي بوسي أنتي ملك الرحمة. اكتشفت ان الموضوع مش مجرد صاحبة بتضحك عليا، لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. انت متخيل ان في ناس بتعاند ربنا وفاكره انها اذكى منه وعايزه تكتب القدر بايديها قبل ما ربنا يكتبه؟ عارف انت النوعيه دي اللي حاسس انه اذكى من الدنيا واذكى من القدر، وفاكر ان الرزق بيتوزع بالمكر مش بالمكتوب. تلاقيه طول الوقت عايش بمنطق ازاي اخلي اللي قدامي ما يكسبش، مش ازاي اركز على نفسي انا وانجح. وهروح بعيد ليه؟ زي القصه اللي لسه حكيها لك، تلاقي واحد صاحبك بيقول لك: يا عم انا ما ذاكرتش خالص، وهو مسهر نفسه واكل الكتاب اكل. علشان ايه؟ علشان يضحك عليك، فتسيب المذاكره وتقول ما هو مش انا الواحد اللي مش قادر اذاكر، وفي الاخر هو يدخل كليه قمه وانت تقعد تسال نفسك زي المجنون انا ازاي اتضحك عليا. والموضوع مش بس في الدراسه، لا، ده في الشغل كمان. تلاقي زميلك بيحاول يوقعك في غلطه قدام المدير علشان يبان ان هو احسن منك، وهو غبي ما يعرفش ان رزقك مكتوب زي ما رزقه مكتوب. حتى في العلاقات تلاقي واحده صاحبتك بتقولك: بلاش تكلمي فلان ده مش كويس، وهي اصلا بتحبه وعايزاه لنفسها. او تلاقي حد شغال في مجال معين وناجح فيه، فتيجي تساله تدخل مجاله ازاي، يقولك: يا عم بلاش، ما تتعبش نفسك، عشان هو من غبائه خايف تسبقه في المجال وتاخد رزق. والخباثه دي كلها عباره عن محاوله رخيصه لمنافسه ربنا، وكانهم بيقولوا يا رب انا اوزع الرزق مش انت. وده قمه الجهل. نصيحتي لاي حد بيعمل كده: اسلك عشان ربنا يسلك لك طريقك، ماشي؟ وافتكر الايه اللي بتقول: صدق الله العظيم. في السماء، ها، مش في جيب الخلق. فاللهم يا رب إن كان هناك حاسدا يكره أن يراني سعيدا فارزقه سعادة تنسيه أمري. قولولي بقى، عمركم تعرضتوا لحد حاول يوقف رزقكم وتعلمتوا إيه من التجربة دي؟ شاركوني في التعليقات. سلام.